صديقي الصدوق، عامل ايه يا صديقي؟ ازيك وازاي عيالك؟ هيا بينا نبدأ الفيلم ام سنرغي كتير. وكالعادة فيلم النهاردة من اجمل الافلام اللي هتشوفها. بيبدأ الجزء الثاني في ولاية ديترويت مع حريق كبير في بيت بتتوفى فيه كل الاسرة ما عدا الطفلة اللي قدرت تهرب وتنجو منه. وبعد 8 سنين بنلاقي فينيكس عايشة في كوخ منعزل في الغابة مع العجوز الكفيف نورمان، وطبعا كان ضابط جيش زي ما قلنا، لكنه فقد بنته في حادثة عربية، ومن بعدها هو عايش حياة العزلة دي، وكان مفهمها انه باباها. ولما كانت بتسأله عن مامتها او حتى تشوف صورة ليها كان بيقول لها ان الحريق دمر كل حاجة، وكان دايما بيدربها على النجاة وحماية نفسها مع الكلب بتاعه. وفي يوم بتطلب منه انها تخرج للمدينة، وطبعا بيرفض لانها فشلت في اختبار النجاة، ونورمان بيخاف عليها جدا. وفي اخر اليوم بتجيله فرنانديز، واللي كانت بتجيله كل اسبوع علشان تشتري منه المحاصيل اللي بيزرعها، وبتقوله لازم تفك القيود عن فينيكس شوية لانها في يوم من الايام هتفكها لوحدها. والكلام اثر في نورمان، ولما دخل قال لفينيكس روحي معاها بس ترجعي اخر النهار. وبتخرج فينيكس فعلا معاها، وفي الطريق بتعرض عليها فرنانديز انها توصلها لبيتها القديم وتشوفه، وفعلا بتوصلها للبيت. لكن لما فينيكس بتدخل بتحس باصوات غريبة في البيت، فبتخاف وبتخرج على طول. وبعد كده بتروح لحديقة عامة جنب ملجأ ايتام، وبتشوف كل الاطفال بتلعب مع بعضها ما عدا هي اللي كانت وحيدة، فبتحس فينيكس بالحزن على نفسها. وبعد شوية بتيجي فرنانديز علشان ترجعها على البيت، لكن فينيكس بتستأذن منها انها تروح للحمام الاول. ولما بتدخل الحمام بتتفاجئ براجل غريب واقف وراها وبيحاول يكلمها، وبيقول لها ان اسمه رايلين، لكن فينيكس بتكون متجاهلة كلامه لحد ما بيدخل الكلب بتاعها وبينبه عليه، فبيخاف رايلين وبيسيبها تخرج، لكنه بيخرج وراها. وبيوصل صديقه بشاحنة بيركب معاه وبيمشي وراها. وبعد ما فرنانديز بتوصل فينيكس للكوخ بتطلب من نورمان انه يخرجها الاسبوع الجاي كمان، لانه كده انسان سيء معاها. وفي طريق رجوعها بتتفاجئ فرنانديز بشاحنة بتعترض الطريق، فبتنزل وايدها على المسدس اللي في جنبها، وبتتفاجئ انه نفس الشخص اللي كان بيلاحق فينيكس، فبتطلب منهم انهم يتحركوا عن الطريق علشان تمشي، فبيوافقوا. ولما فرنانديز رجعت لعربيتها كان شخص ركب فيها وبيكتفها بحزام الامان وبيطعنها لحد ما بتموت. وفي الكوخ بيطلع نورمان لفينيكس وبيديلها كتب الدراسة بتاعت السنة الجديدة، لكنها بتقول له انها عايزة تروح مدرسة حقيقية مع باقي الاطفال، فبيرفض وبيقول لها ان الدراسة في البيت اكتر امان. فينيكس كانت دايما بتحس بالوحدة ومش عايزة تبقى في امان قد ما هي عايزة تبقى طبيعية. وبتطلع ورقة اعلان لملجأ الايتام اللي كانت بتلعب في الحديقة اللي قدامه، وبتفكر انها تروح لهناك. وبعد شوية لما خرج نورمان يحط اكل للكلب بتاعه ما بيسمعش صوته، وبيحاول يناديه لكن برضه ما بيسمعش اي صوت، فبيدخل يلبس جاكيت علشان يخرج يدور عليه حوالين البيت. وهنا بيتسلل رايلين والمجرمين للبيت علشان يدوروا على فينيكس. ولما بيطلعوا فوق على اوضتها بتفضل فينيكس تستخبى منهم تحت الدولاب والسرير لحد ما بتقدر تطفي النور، وبتنزل تحت بتستخبى في الخزانة. بعد كده بنروح لنورمان واللي بيلاقي الكلب بتاعه مقتول، فبيحسس عليه لحد ما بيعرف انه اتقتل برصاصة. وقبل ما فينيكس تهرب من البيت بتلاقي رصاصة من المجرم جت في الباب، فبتخاف وبتقف مكانها. وهنا نورمان بيمد ايده من الشباك وبيخنقه، وبيطلب من فينيكس تهرب للصندوق حالا، لكن المجرم بيطعنه في دراعه. وبتنزل فينيكس للسرداب، وفي اخر السرداب الصندوق المحصن، فبتدخله وبتقفل على نفسها. وفي الجراج بيعالج نورمان الجرح بتاعه، وفجأة بيدخل عليه واحد من العصابة، لكن نورمان كان عامل حسابه. وبعد شوية بيدخل شخص تاني، فبيلاقي زميله مش عارف يتنفس بسبب الغيرة اللي نورمان شربها له قبل ما يهرب من المكان. وبيشوفوا شعار البحرية، فبيعرفوا ان نورمان كان ضابط في البحرية. بعد كده فينيكس بتفوق وبتلاقي المجرم بيملى الصندوق بالمية علشان يجبرها تخرج. وفي نفس الوقت بيقدر نورمان يدخل للسرداب ويقفل الباب وراه بإحكام، وده خلى المجرم يخاف. وعلشان يكتشف مكان نورمان بينزل سلك كهرباء للصندوق وبيطلب منه يظهر والا هيوصل الكهرباء وهيقتل فينيكس. فبيخرج نورمان بعد ما بيرمي انبوبة الغاز في المكان، وده علشان يضمن ان المجرم ما يضربش بالنار في المكان. وعلى الرغم من ان نورمان كفيف الا انه بدأ القتال مع المجرم علشان يقدر ينقذ فينيكس. وخلال عركتهم بتتفتح المية اللي بتوصل للصندوق، فبتحاول فينيكس تفتح الصندوق لكن من غير فايدة. وبعد ما المجرم بيتغلب على نورمان بيزحف نورمان وبيشد سلك الكهرباء من الصندوق، وبعد كده بيحتمي في حديد قدامه وبيرمي سلك الكهرباء على انبوبة الغاز عشان تنفجر في وش المجرم. وبعد شوية بيوصل رايلين زعيم العصابة، وفي نفس الوقت كان الصندوق اتملى مية تماما وفينيكس بدأت تغرق، لكن بيقوم نورمان بيقلب الصندوق وبيفتحه علشان ينقذ فينيكس في آخر لحظة، وبيهربوا من المكان. ولما رايلين والعصابة قدروا يقتحموا البيت وينزلوا للسرداب بيتفاجئوا بزميلهم مقتول بطريقة وحشية، فبيزيد غضب رايلين وبيتوعد نورمان انه هينتقم منه. وبتحاول العصابة تسيطر على كل منافذ البيت علشان ما يهربوش. وفي الحديقة الخلفية للبيت بيدخل رايلين وكان متأكد من وجودهم في المكان ده، وبدأ يكلم نورمان ويقول له البنت عارفة انت تبقى مين؟ هتحكي لها طيب ولا احكي لها انا؟ وهنا بيخرج نورمان وبيحاول يهاجمهم،
لكنهم بيتغلبوا عليه وبيضربوه. وهنا رايلين بدأ يعامل فينيكس بلطف وبيقولها انت مش فاكراني صح؟ من سنين قام حريق في بيتنا والشرطة اتهمتني ان انا السبب، وعشت 8 سنين وانا مش عارف هشوفك تاني ولا لا. وبيتضح ان رايلين كان في البيت لما فينيكس راحت تزوره وبيطلب منهم يقتلوا نورمان، لكن نورمان قدر يطعن شخص منهم وبيهرب. فبيطلب رايلين من شخص منهم ياخد فينيكس للشاحنة وهو يتكفل بنورمان. فينيكس وهي في طريقها بتطعن المجرم في رجله فبيتعصب، ولما مسك سكين وحاول يطعنها بيظهر نورمان وبيقتله علشان ينقذها، وبياخدها وبيرجع للبيت وبيحاول يشوف مكان آمن لفينيكس، لكنها بتسأله اللي قالوه ده صح. نورمان ما ردش عليها وبيطلب منها تطلع فوق للمخزن. وهنا بيظهر كلب رايلين وبيهجم عليهم، فبتدخل فينيكس لأوضتها وبيحاول نورمان يهرب من الكلب من غير ما يقتله او حتى يضرب عليه نار. وبتخرج فينيكس من شباك اوضتها لبره، لكن بيمسكها شخص من العصابه وبيخدرها، وبيرمي رايلين البنزين على البيت وبيولع فيه، فبيحرر نورمان الكلب علشان يهرب. وبعد شويه بيخرج نورمان من البيت عن طريق السطح، لكنه بدأ يفقد كل قوته وتحمله، وبيكون بيته بيحترق بالكامل وكمان خده فينيكس. وبتصحى فينيكس بتلاقي نفسها في مكان غريب ومعاها رايلين، وما بقتش عارفه هي مين ولا نورمان يبقى مين. فبدأ رايلين يقول لها ان اسمها الحقيقي تارا، ومامتها كان اسمها جوزفين، وعيد ميلادها 20 فبراير. ولما سألته ان كان لها اخوات قال لها للاسف، فبتطلب منه انها تمشي. قال لها انها دلوقتي حرة مش سجينة وتقدر تخرج براحتها، فبتاخد شنطتها وبتخرج علشان تروح للملجأ. وبتلاقي ناس كتير في المبنى شكلهم غريب، وقبل ما تخرج من باب المبنى بتلاقي واحدة قاعدة على كرسي متحرك وبتغني الأغنية اللي كانت مامتها بتغنيها ليها وهي صغيرة. فبتقف فينيكس وهي مصدومة لما بتعرف ان الست دي تبقى مامتها، فبتروح عليها وبتحضنها وبترجع معاهم فينيكس. وبتبدأ مامتها توريها صورهم وهي صغيرة، وبعد شوية بتقول لها انها بتحتضر بسبب تدخين الكيماويات اللي قاتلة في قلبها تماما، والدكتور قال لها انها محتاجة متبرع. وهنا فينيكس بتبص على العصير وبتفهم انه كان فيه مخدر، وبالتالي بتعرف سبب وجودها هنا، ولحظات وبتفقد وعيها. وبيفوق نورمان على الطريق وبيلاقي جنبه كلب رايلين اللي انقذه، وبيروح يكتشف جثة فرنانديز وهي في الشاحنة بتاعتها. وهنا بيقرر نورمان انه يخرج من كوخه وملاذه الامن ويرجع للمدينة علشان ينتقم من العصابة علشان قتلوا فرنانديز وخطفوا فينيكس. فبيربط سلسلة في كلب رايلين وبيمشي معاه علشان يوصله لمكان رايلين. وبتفوق فينيكس وهي مقيدة في السرير، وعلى السرير التاني الست المريضة المحتاجة للمتبرع. وبتسمع الدكتور وهو بيقول انه لازم ياخد قلب البنت وهي حية مش لازم تموت. اما راؤول فكان رافض كل اللي بيحصل وكان متضايق جدا، وقبل ما الدكتور يبدأ العملية بتقطع الكهرباء من المكان. فبيحس رايلين بالقلق وبيبدأوا في تمشيط المكان علشان يشوفوا ايه السبب، وبينزل واحد منهم للوحة الكهرباء علشان يشغلها تاني، فبيتفاجئ بنورمان وبيهاجمه. وهنا المجرم بيتعصب عليه وبيصرخ عليه وبيقول له انت قتلت اخويا في بيتك، وبيحاول المجرم انه ينتقم لقتل اخوه، لكن نورمان كان اقوى منه واكتر خبرة في القتال عنه. فبيطلع من جيبه جرس الكلب، وقبل ما المجرم يهجم عليه بيطعنه نورمان في رقبته، وقبل ما يجري يجيب المسدس بيصوب عليه نورمان المطرقة وبيجيبها في راسه. وفوق بيسمع رايلين صوت زميله وهو بيصرخ، فبيعرفوا ان نورمان في المكان. وهنا بتحس فينيكس بالامان تاني، وبيطلب رايلين من الدكتور يلم حاجته وياخد الطفل لمكان تاني، وبيطلب من راؤول انه يجمع كل العصابه وينزلوا يقتلوا الكفيف. ولما بينزلوا كلهم لتحت بيلاقوا نورمان على الارض وكان بيتظاهر انه ميت، ولما قربوا منه وحدد مكانهم بيقوموا بيضرب عليهم بالنار في لحظات. وبيفضل راؤول اللي رفض يقتل نورمان، وبيقول له انهم هيقتلوا الطفله وانا ضد الفعل ده، والسلم وراك هيوصلك لمكانهم فلازم توصل لهم بسرعه. رايلين والدكتور ومعاهم فينيكس في طريقهم علشان يخرجوا من المبنى. فبيتفاجئ رايلين ان الدكتور اتقتل، ولان الضلمه دي في صالح نورمان بدأ رايلين يحس بالخوف وبيضرب النار على الشبابيك علشان يدخل النور في المكان، لكنه بيلاقي انابيب غاز جنب جثه الدكتور بتملى المكان، وبتبقى الرؤيه شبه مستحيله، وده هيخلي موقف نورمان افضل. وبدأ نورمان يهاجمه ويختفي، فبيبدأ رايلين يضرب بالنار بشكل عشوائي وبيعتقد انه خلاص قتل نورمان. ولما قرب من مصدر الصوت بيتفاجئ انه اطلق النار على حبيبته، وبيظهر نورمان علشان يهاجمه من تاني، والكرسي المتحرك بدأ يتحرك في اتجاه منخفض. وبتبقى فينيكس مقيده في دراع حبيبه رايلين، وعلشان تنقذ نفسها بتضطر تاخد سكينه قريبه منها وتقطع دراع حبيبه رايلين قبل ما تقع معاها. وقبل ما تقطعه بيقعوا الاتنين في مكان منخفض، وهنا بيهجم كلب رايلين عليه وبيبدأ يشل حركته، وبيهجم نورمان على رايلين للمره الاخيره وهو بيقول له دلوقتي هتشوف اللي انا بشوفه، وبيفقع له عينه الاتنين علشان يصيبه بالعمى. وبعد شويه لما فينيكس وقعت بيتضح انها وقعت فوق حبيبه رايلين، وبتطلع علشان تروح لنورمان، لكنه بيقول لها You mustn't come here. Everything is true. I am no father. I have killed but a monster, and you cannot be around me. So go. Now, go. Go!
وبتمشي فعلا فينيكس، وبعد لحظات بيحس نورمان بطعنه في ظهره، وقبل ما رايلين يقتله بتقوم فينيكس وبتطعن رايلين في ظهره هو كمان، فبيتحرك وهو عاجز علشان يقع جنب جثة حبيبته، وبتكتم فينيكس جرح نورمان علشان تنقذه، لكنه بيرفض وبيحرك ايديها، فبتقول له ارجوك خليني انقذك. قال لها انت انقذتني قبل كده، وكان بيقصد انه عاش معاها منعزل في الكوخ بامان بعد ما توقف عن كل الجرائم اللي كان بيعملها. وبيتوفى نورمان، وفي الاخر بتفتح فينيكس باب المبنى وبتخرج للحرية اللي كانت بتحلم بيها، وبتروح لملجأ الايتام علشان تبدأ حياة جديدة مع الاطفال. وعلى الرغم من انها عرفت اسمها الحقيقي، لكن لما سألوها عن اسمها قالت لهم اسمي فينيكس. وبكده بينتهي الفيلم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك حلو بقى من قلبك، صدقني هتلاقي ملخصات جاية كتير هتعجبك قوي. يلا سلام.